طيب، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لك النهارده في فيديو جديد كالعاده. فيديو النهارده عن ازاي تعمل رقم وهمي للواتساب. ده التطبيق اللي هنشرح عليه، تمام؟ او ده التطبيق اللي مستخدم معانا في الشرح، اللي هو تطبيق سكاي فون. وده نسخة الواتس اللي هنشتغل عليها، اي نسخة واتس بقى، تمام؟ يعني مش هنحتاج الفي بي ان ولا اي حاجة من ده. كل اللي هنحتاجه نسخة الواتس والتطبيق، تمام؟ هو التطبيق اعمل له بس مسح بيانات لان كنت مفعل رقم عليه قبل كده. طيب، زي ما قلت لكم عملت للتطبيق مسح بيانات، ونخش في الشرح على طول. طبعا التطبيق ده كنت سايب لك اللينك بتاعه في الوصف، وكنت سايب لك لينك شات في الوصف. تخش على التطبيق، هيتقل معاك سيكة بس بسيطة، ويفتح معاك بالواجهة وهيجيب لك الخانتين دول، تمام؟ هنا انت مش محتاج الخانة التانية في حاجة، هتيجي تضغط على اول خانة اللي هي دي. ثواني بس، اللي هي الخانة دي، تضغط انت على الخانة دي، تمام؟ اللي اول خانة دي تضغط عليها، وهنا هتديله سماح لكل حاجة طلبها، تمام؟ بعد كده ده الرقم بتاعك اهو، اللي هو الرقم ده. تيجي تضغط انت على كلمة حسن اللي تحت دي، اللي هي دي، تضغط حسنا. بعلم لك على كل حاجة عشان بس ما تجيش تقول لي ما فهمتش او كده. وبعدين تضغط كلوز دي او اغلاق، هيفتح معاك التطبيق باللغة اللي انت شايفها دي. انت هتيجي تروح على اللي هي التالتة ديت، ثواني اعلم لك عليها برضه، اللي هي دي، تمام؟ اللي هي التالتة دي اللي انا معلم لك عليها دي. تضغط عليها كده، هيجي عندك البروفايل بتاعك بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. تضغط على صورة البروفايل دي. اول حاجة عندك الفيرست نيم واللاست نيم والبهون فيرست نيم، والفون برضه لاست نيم، تمام؟ هنا هتيجي تكتب اسمك، نكتب مثلا هنا محمد. ثواني، هنا تكتب محمد برضه عادي يعني، احمد، تمام؟ اي اسم، عبد الله، يعني هتكتب اي اسم وليكن هو ده، تمام؟ بعد كده تاخد الرقم ده نسخ، ده رقمك، تحديد، نسخ. فعندك علامة الصح اللي فوق دي او السيف اللي هي اللي فوق دي، تضغط عليها وبس كده. تطلع من التطبيق، تروح لنسخة الواتساب. طبعا الشرح مبسط قدامك اهو في الفيديو، ومعلملك على كل حاجة. هنا هتشيل دي وتحط هنا دولة فنلندا. ثواني، الدولة دي اللي هي 358، المفتاح بتاعها 358 فنلندا. وبعدين تنسخ الرقم كده، تحط لصق التالي، تمام؟ الرقم شغال قدامك اهو، مفيش اي مشاكل. تضغط موافق، ليس الان، والرقم شغال اهو. طبعا الكود مش هيوصل من اول دقيقتين، فاهم؟ فانت هتستنى الدقيقتين دول، وبعد كده هتطلب اتصال تاني او ارسال رسالة تاني. بس التطبيق ده بيعتمد على الاتصال مش ارسال رسالة، فاهم؟ فاحنا هنستنى الدقيقتين دول وارجع لكم تاني. طب وبعد ما الدقيقتين خلصوا او الدقيقتين وشوية، تيجي تطلب اتصال تاني. هنا الرقم ده محظور، فاهم؟ بس ما علينا، تستنى الاتصال اما يجي. المفروض الاتصال يجي دلوقتي.
مش عارف مجاش ليه. معلش يا جماعة احنا نسينا اهم حاجة في الشرح هنقولها. تمام، انت قبل ما تاخد رقم نسخ وتطلب اتصال اصلا هتخش على السيتنج عندك هنا اللي اخر حاجة دي، هتيجي تفعل اللي هي ميس بوست دي، هتيجي تفعلها وهتفعل ديت. تمام، وده اللي هي دارك مود. احنا دلوقتي في اللايت مود، انت عاوز تفعل الدارك مود هتفعلها عادي. تمام، فانا هفعلها عادي، وهتفعل اللي هي استقبال المكالمات والحماية، وهتضغط حسنا، وبعدين تنزل تحت على السيتنج تحت كده، هتفعل دي وهتطلع. نعمل بس بالتطبيق مسح بيانات. نخش على التطبيق تاني، نعيد الشرح تاني، تضغط على اول واحدة، نفس الخطوات الاولى ديت، وبعدين هتديله سماح، وبعد كده تضغط حسنا. يعني يا جماعة انا بفضل تستخدم للتطبيق ده اللي هي نسخة اعمال واتساب اعمال، مش النسخة اللي هي العادية اللي هو ماسنجر، تستخدم نسخة واتساب اعمال. انت فاهم؟ تيجي تخش على السيتنج تفعل دي ودي، تفعلهم كده وتنزل على السيتنج تحت حسنا، تفعل دي، تيجي هنا على البروفايل فيرست نيم تكتب اي اسم. تمام، نفس النظام وهنا نفس النظام، وهتضغط اللي هي الصح اللي فوق، وبعد كده هتاخد رقم نسخ، تضغط على الواتس، طبعا يا جماعة دولة فنلندا هنا بقول لك ليس رقما خلويا فعليا في دولة فنلندا. تمام، طبعا الرقم التاني شغال، بس اللي هو بسبب ان احنا نسينا نفعل الاعدادات بتاعة التطبيق او السيتنج بتاعة التطبيق، فالاتصال مجالناش. فانت فين وفين اما يطلع لك رقم زي اللي ظهر قدامك ده اللي هو ليس رقم خلوي. فانا زي ما قلت لك التطبيق ده يعني لو استخدمت على واتساب اعمال بقوله، يعني التطبيق ده بيشتغل على واتساب اعمال. يعني انا بقول لك ليس رقم خلوان فعليا في دولة فنلندا، انت لو خدت الرقم ده ورحت على نسخة اعمال هتلاقي الرقم ده شغال معاه، بس انا حاليا ما معيش نسخة اعمال، بس ممكن انزلها. لو هنزل نسخة اعمال اقول كده. طيب بعد ما انزل نسخة واتساب الاعمال تخش عليها، طبعا احنا كنا ناسخين الرقم، هناخده نقل لصق التالي. هنا الرقم شغال يا جماعة زي ما قلتلكوا. تمام، مفيش اي مشاكل، وهتطلب اتصال بس عشان وقت الفيد، لان احنا دخلنا على 10 دقايق اهو، عشان وقت الفيد بس لما يبقى نشوف وقت زيادة. فاهم؟ بس كده يا اخواتي، ده فيديو النهارده. وطبعا انا اسف لان مفعلتلكش رقم في الفيديو، بس اول سبب زي ما قلت لك، انت طبعا شفت رقم شغال معاه في الاول بس نسينا نفعل السيتنج. فانت لانه طبعا وصلك فيديو ملبوخ، انت فاهم؟ فانت لازم انت بتبقى قاعد في البيت، انت فاهم؟ يعني بتبقى طبعا وضعك احسن مني بكتير. يعني انا لو جاتك الحسابات اللي معايا دلوقتي بالارقام اللي من دولة فنلندا انت هتتخض منها والله. انا شغال على 3 نسخ والتلات نسخ ضيف عليهم حسابات، انت فاهم؟ يعني مش حساب واحد بس على كل نسخة، لا ضيف فيها حسابات كتير. يعني انا لو جاتلك الحسابات اللي معايا تتخض. تمام، فانت بتكون قاعد في البيت نايم يا اسطى، ما فيش اي حاجه، كوبايه الشاي بتاعتك معاك، تفعل الرقم بالراحه، تركز في الفيديو، تسمعه للاخر، ما تسبقش ولا تاخر. تمام، طبعا مش هتطلع من الفيديو ده لو انت مفعل اكتر من 10 ارقام. بس كده يا اخواتي، ودي بتكون الفيديو بتاعنا. لو عجبك المنتج ان شاء الله كل شاف القناه، والسلام عليكم.